سلام سلام، واش حوالكم؟ حبوباتي ان شاء الله دايما نلاقيكم بخير وصحة والسعادة يا ربي. جيت وجبت لكم كما العادة هاد الأكواب اللي يشهيوا شكلا وذوقا. حبوباتي صراحة يستاهلوا. أكيد راح نديرهم لكم على طريقتي المبسطة والخاصة. ما نطولش عليكم حبوباتي، نبداو على بركة الله في الجينواز ويلي فاها. الجينواز حبوبتي فيها 6 عظمات بدرجة حرارة المطبخ، أكيد مع هذيك القرصة صغيرونة نتاع الملح. أكيد راح نضربوها مليح مليح بالبادر حتى تشكل لنا هذيك الرغوة، مع كاس غير ربع سكر كريستاليزي سكر أحرش. أكيد على دفعات حبوباتي، ما لازمش نديروه دفعة واحدة حتى نحسوا القوام نتاعها الضعف ولا كيما الكريمة. نزيدو ربع كاس نتاع زيت حبوباتي أكيد، وراح نبقاو نضربو. وكيما راكم تشوفوا معايا راح نشيحوا الجينواز تاعنا بالفارينة. حبوباتي هاكم تشوفوا معايا درت الكاس الأول نتاع الفارينة على دفعات، وعاود زدت نص كاس جاتني سوا سوا، يعني هزت لي 6 عظمات هزولي كاس ونص من الفارينة مع مغرفة صغيرونة نتاع الخميرة. غير بلا سباتول حبوباتي، الفارينة نطلعوها غير بلا سباتول بشوية بشوية من الفوق ومن التحت حبوباتي. راح نقسمو الخليط على زوز، النص الاول راح نخليوه كيما راه، والنص الثاني راح نزيدلو زوز مغارف من الكاكاو. انا درت الكاكاو الداكن، حبيت اللون يكون شويه غامق. اللي يحب الكاكاو المارون ما فيها باس يدير على روحه حبوباتي. الفوق تغربلو برك الكاكاو، انا نسيت ما غربلتوش بحكم اني كنت شويه زاربه على بابي كويسون في بلا هذا الصغيروني. القطر تاعو 20 على 25. حطيته طابلي في الفور يلي ديجا كانت سخونة على درجة حرارة 180، يطيب لي من الفوق ومن التحت. مدة الطهي على بالكم باللي ما تفوتش ربع ساعة، باسكو الجينواز ما فيه حتى روح، جوست يشيح فقط ويطلع خلاص. هاد الطوابع اللي متواجدين في جميع المحلات بأسوم رخيص، اخلاه من الكبير حتى الصغير، طبعت بيهم هاد الجينواز. شوفوا كيفاش جاني هشوش وخفيف كيما حب الخاطر. نبداو نطلعوا كريمة الخفق تاعنا. انا خيرت درت بلون برانت واللي يلزم تكون نسبة الدسم تاعها من 30 حتى ل 35. حبوباتي راح نطلعوها بالباتور حتى نتحصلوا على هذيك الرغوة، هذيك الكريمة. للأمانة أنا درت كاس ونص ومن بعد في الأخير ما كفتنيش حبوباتي. على بالكم باللي ما نضرك عليكم والو. واللي درت زوز كيسان نتاع كريمة الخفق مع زوز كيسان نتاع الشونتيي، وطلعتهم بالباتور مليح مليح حتى نولاو لي ليس. جات ليس وثقيله، والجو تاعها تاني سبيسيال. ما نكدبش عليكم، حبيت حاجه تكون سبيسيال وتكون لو جو تاعها واو. كاين اللي يحب يدير الحليب وكاين اللي يحب يدير الماء، هذوما اصحاب المشاريع اللي يحبوا اللي يخدموا، يعني اللي يخدموا ياسر راح يديروا حليب وكاين يدير الماء. حبوباتي ما نطولش عليكم، المهم شوفوا معايا حبوباتي. نحيت شويه باش نزين باها الاكواب نتاعي من الفوق. من الأحسن حبوباتي باش تجيكم حاجة صحية الفو ما ديروش لي كولور، الفو ديروا لي باتاغون. مثلا الأخضر ديروا بيستاش، الجون ديروا سيترون، لو روج ديروا لو فريز، وهكذا. يعني حسب لا كولور، والقوا اللي حبيتوا حاجة تجيكم صحية أكتر. والكريمة الباقية راح نقسموها على زوز. النص الأول درت فيه 50 غرام من الشوكولا البيضاء نتاع الفرومبواز، والنص التاني درت فيه كيف 50 غرام من الشوكولا أولي. لا باز اللي خيرتها حبوباتي للأكواب نتاعي واللي هي كريم كراميل، والتانية خيرت نديرها بالشوكولا أتغتيني.
هاوليك من الأكواب يلي متواجدين في جميع المحلات، كانوا شوية ناقصين بصح دركا راهم متواجدين في جميع المحلات بجميع الأحجام. أنا خيرت الحجم المتوسط، كاين الصغير وكاين الكبير، يعني ما تشوفوهوش متوسط، يعني الحجم تاعو لاباس عليه، يعني الكبير جاني كبير ياسر. بيسك حبيتها تكون أكواب فردية، من الأحسن أنكم ديروا المتوسط. حبيت نزين حبوباتي لو فون تاع الأكواب نتاعي بالسنيكرز وبالجوز وبالفراولة. وكما راكم تشوفوا معايا هاد الكرانشي يلي اللوغو تاعو جاني سبيسيال صراحة، شوية غالي، 100 غرام تاعو ب70,000. أنا شريت قيس 50 غرام، جاني يا ربي دار لي ليسونسيال زوز أكواب فقط. ما نطولش عليكم حبوباتي، نبداو نزينو في الأكواب نتاعنا. أنا درت 3 طبقات يا حبوباتي. الطبقة الأولى أكيد راح نديرو طبقة أولى راح نشربوها، زينتهم الفراز بالكريمة نتاع الفراز. وأكيد درتها في النص كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا الطريقة تاعي كيفاش درتها زوز الأولين درتهم بالفراولة، الطبقة الأولى، ونديرو الطبقة الثانية وراح نكملو الطبقة الثالثة. حاجة الوحيدة حبوباتي اللي حبيت نقولها لكم، شربوا لاجينواز تاعكم على قد ما تقدروا، على قد ما راح تشربوها راح تتشرب لكم ويجي لوغو تاعها روعة روعة. كيما قلت لكم حبوباتي، لوغو الاول اللي درتو نتاع الفراوله، وهاد لوغو الثاني درت نتاع الكرانشي. درت طبقه من الجينواز وشربتها مليح، ودرت طبقه من الكريمه ودرتها على هذا الشكل كيما اللي راكم تشوفوا فيه حبوباتي. ديروا هذيك الدوره نتاع الكريمه وديروا في نصها الحشو اللي حابين ديروه باش يجيكم الشكل تاعها باهي حبوباتي. وهكذا حتى نكملوا الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. تلم عليا النحل حبوباتي كما راكم تشوفوا معاه اليوم النحل راهو حاضر معايا من الاول للاخر. نشم ريحه السر وريحه ليغو هذاك، الله الله الله، يعني كون جيتوا معايا وشميتوا روايح ما نقولكمش. حبوباتي كما راكم تشوفوا معايا حتى نكملوا جميع الطبقات. نعاودوا نقول لكم باللي درنا الزوز الاولين تاع الفراز وزوز تانيين تاع الكرانشي، وهنا بدينا في الثالثين واللي هما الشوكولا. كيف كيف نديرو الطبقة الأولى ونشربوها مليح، ونديرو الكريمة ودرتها زينت الفون تاعها بالشوكولا أتغتيني وبالجوز حتى نكملو حبوباتي الطبقة الأولى والثانية والثالثة وهكذا وهكذا حتى نكملو لجميع الأكواب تاعنا. بقالنا غير جو واحد ويلي هو الكريم كراميل مع السنيكرز. وغلقت آخر حاجة غلقت الأكواب تاعي بهذيك الكريمة نتاع الكريم شانتيه. حبيتوها خليوها بيضاء وإلا حبيتو تلونوها. أنا حبيت ندير لكم يعني حبيت ننوع لكم، خليت وحيد أبيض وحيد ملونين، تخليوهم يبردوا في الثلاجة حبوباتي، ومن بعد راح تتفنوا في الرسم نتاعها. على بالكم بلي أنا نموت على الرسم، أنا فنانة في الرسم، نحب نرسم حبوباتي، ولهذا ما نجمتش نوري لكم حبوباتي. يا ريت كنت وريت لكم وشفتوا، على خاطر خدات لي شويه وقت الرسم. على بالكم باللي تحب شويه تدقيق، كنت تغلطوا في حاجه على بالكم باللي كلش راح يروح لكم ليسونسيال. على بالي بكم شطرات وفحلات وراح تجيبوها وتقدوها. نتمنى تكون عجبتكم هذه الاكواب حبوباتي، وتخليوا لي تعليقكم لتحت، ونخليكم على خير حبوباتي ان شاء الله في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ونقول لكم سلام.